السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محتوى ميزاني بشكم فيديو جديد، وهو كيف تعملوا سلسلة لي بوشات او لي براسلي. الان هنايا كما كتشوفي معايا هاد البوشات فيها كولر اسود واحمر. الان هنايا اختارت لا كولر حمراء ولا كولر تاع اللبن اسود، واختارت كذلك الخيط كما راكي تلاحظي. هنايا الخيط هو اللي كان موجود عندها في البيت، قد تختاري هذاك الخيط نتاع السناره، هذاك شكله كما شكل السلك. الان هنايا عبرت وراح تقصص هذاك الخيط، راح تثنيها على 4، بنات الخطره الاولى على 2، عاودت تثنيه على كذلك على الخطره الرابعه باش يجي شويه غليظ ويجي شويه متين. الان هنايا راح توريكم كيفاش تعمروا هذاك اللبن. كيما راكي تلاحظي هي عمرت هاد اللبن، بدات باللون الاسود. هنايا رغبه نتاع كيما تحبي، تبغي تبدي باللون الاحمر او باللون الاسود. هي بدات باللون الاسود ودارت 4 حبات لونهم اسود، وكذلك عمرت كذلك اللون الأحمر كما كتشوفي في الصورة. دارت لون عود كذلك أحمر، يعني دارت 8 حبات نتاع اللبن، كل 4 من اللون الأسود واللون الأحمر. الآن راح تجيب واحد اللؤلؤة. هاد اللؤلؤة هنايا كل واحد وحسب الرغبة نتاعه. كاين هذا الشكل تاع هاد اللؤلؤة، وكاين شكل آخر. وعاود تعاود تولي تدخلي من جهة اللون الأحمر، تعاود تدخلي الأخرى من جهة اللون الأسود بهذه الطريقة. هنا كما كتلاحظي كما كتشوفي دارت اللون الاحمر واللون الاسود ودارت بيناتهم اللؤلؤه. الان في جهه اللون الاسود راح ندخل 4 حبات نتاع اللبن لونهم احمر كما كتلاحظي في الصوره بهذا الشكل. هنايا كما تحبي السلسله تاعك تبغيها طويله راح تزيدي الحبه تاع اللبن، وتبغيها قصيره ديري نفس العبر. الان هنايا مشيت اللون الاحمر، دارت اللون الاسود كما نقولوا تعكس الالوان. مشيت الاحمر راح دير الاسود، ومشيت الاسود راح دير اللون الاحمر. الان هنايا راح تحزم هذوك اللبانات كما كتشوفي بهذا الشكل، تحصلي على هذا الشكل تاع هذه السلسله. الان هنايا راح توريكم كيفاش تركبيهم. راح تجيبي هذوك الفراغات نتاع لي بوشيز، راح تسحيهم كما كتشوفي، وراح تحزم هذاك الخيط كما راكي تلاحظي، وهذا هو الشكل اللي راح تتحصلي عليه في الاخر. هنايا هما يبيعوهم بالثمن غالي، وهي ب5000 او ب10000 راح تجيبي السلسله تقدري تخدميها حتى بيدك. لان هنايا بوشات واحده اخرى كذلك باللون الاخضر والابيض، وجابت كذلك هذا هو السلك اللي قلت لكم عليه، سلك خيط تاع السناره كما كتشوفي مطاط كما كتلاحظي. هذا راح تعمر به هذا اللبن. هي عندها هاد البوشيت تاع الصديقه تاعتها كان عندها اللون الاخضر، حبت الصديقه تاعتها قالت لها ديري لي اللون الابيض مع اللون الاخضر. هنايا هي دخلت هاد الالوان كما كتشوفي، هي تلوي هذاك الاول تلويها على يدها باش يعاونها على التعمار تاع اللبن. الان هنايا راح ندير اللون الابيض، راح تبدا به كما كتشوفي. بصدقوني راح يخرجوا في مظهر رائع، وتقدي تتحكمي في الالوان، تقدي تغيري في الشكل، تقدي كل واحد وحسب الذوق نتاعه. وكاين اللي يبغيها سامبل، كان يبغيها ملونه، كاين كل واحد حسب الرغبه تاعه. كما كتشوفي هنا درت 4 حبات تاع لبن ابيض، وراح جبت ديك اللؤلؤه خضراء وفيها هكا فصات تاع الابيض كما كتشوفي.
هي راح تبقى مستمرة بهذا الشكل. الآن هنايا راح نخليكم تتابعوها ونرجع لكم. هنايا كما شفتوا كل تبقى تعمل 4 حبات لونهم ابيض وتعمل هذاك اللؤلؤ، من بعدها تعمر فين هذيك كما الشكل الاول تعمر فين هذوك العيونات نتاع لي بوشات، وهذاك الزائد راح تقصه. الان هنايا كما كتشوفوا هذا هو الشكل نتاع لي بوشات كيف صار. الان هنايا راح توريكم لي براسلي تاع البنيات صغيورات. هنايا كانوا واحد البنيات طلبوا منها تعمل لهم هذا اللي براسلي. هي عملت هاد لي كولور فيها الروز والغري، وفين هذه اللي فيها الروز والقهوي، وعملت لهم هذوك كما نقولوا لبنات هكا فيهم الحروف وكان فيهم الحيوانات. هنايا كل واحد وحسب الرغبة نتاعتهم. وهنايا كيما راكو تشوفوا خدمت كيما قلت لكم هذا زوج، انا راح توريكم طريقه كيفاش عملت هذوك اثنين. لان هنايا راح تخدم بين هاد لاكولار كحله وبيضه، ومعاهم هذاك السلكه كيما يقولوا هذاك الخيط المطاطي كيما يقولوا، وهي غير تركب حرف الاس. الان هنايا راح نخليكم معاها في هذا الفيديو، راح تشوفوا كيفاش خدمت هاد لي براسلي. الان هنايا راح تبدا توريكم الطريقه، وراح نفرجوا معاها كامل كيفاش راح تعمر هذا البراسلي. الان هنايا راح نخليكم معاها ونرجع لكم. هنايا كما راكم تلاحظوا الان هنايا دارت حبه بحبه، حبه بيضاء وحبه سوداء وحبه بيضاء عاود حبه سوداء. الان هنايا راح تكمل كما راكم تشوفوا، راح تكمل دير رقم 4 حبات، وراح تعبر بالنص، وراح في الوسط راح تخلي تركب هذاك الحرف نتاع الاس. هنايا بقاكم اختياري، يبقاكم تبغوا ديروا حروف، تبغوا تكتبوا كاع الاسم كامل، تبغوا ديروا الايموجي، تبغوا كيما حبيتوا. كيما راكم تشوفوا هنايا دارت كيما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه وخدمت دارت حرف الاس. الان هنايا راح نخليها تكمل معاكم ونرجع لكم. هنايا كما راكم تشوفوا الان هنايا كملت داك التعمار تاع داك اللبان. الان هنايا راح تعبر حسب اليد نتاع اللي يكون قابل بهذا البراسلي. تبغي تصغري تبغي تكبري. الان هنايا كما كتشوفوا عبرت لحساب اليد، وراح تحزمه كما كتشوفوا بهذه الطريقه. ولازم دائما تكون هذيك الحزمه تاعكم دائما تكون متينه باش البراسلي تاعكم ما راحش يطرطق لكم. الان هنايا كيما راكم تشوفوا راح تنقص هذاك الزياده تاع هذاك السلك تاعها كيما كتشوفي او الخيط المطاطي بهذه الطريقه. الان هذا هو كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه كما راكم تلاحظوا. الان هنايا كما كنت راح توريكم كيفاش حتقيسها على اليد. كما كنتوا تشوفوا المنظر تاعه كيفاش راح يجي زوين بزاف، وكنت راه كولور تاع اللون الاسود والابيض. الان هنايا نكون انايا كملت هذا الفيديو تاعي. نتمنى ان شاء الله ما يكون عجبك هذا الفيديو،
عوجك خفيف ظريف. نتمنى ان شاء الله ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. مع السلامه في فيديو جديد.